حنا كبشر عادة نقدر نتخلى عن الأكل لمدة شهور حتى، لكن التخلي عن الماء ممكن يتسبب حتى في قتلنا. بمجرد ما تترك الماء لمدة 3 أيام أو 4 أيام تبدأ وظائف الجسم تنهار وأعضائك تبدأ تتخلى عنك حبة حبة. والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. قصتنا اليوم فيها أحداث كثير و200% راح تسبب لك عطش، عشان كذا خذ لك سناك وشي تشربه برضو وبسم الله نبدأ. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبعد ما اشتد الإسلام وصار له صيت في الجزيرة العربية، يعني اشتدت شوكته، كان في وحدة في مكة اسمها أم شريك. طبعا اختلفوا في اسمها ونسبها، فقال البعض أنها عزيلة بنت جابر الدوسية، والبعض قال لا هي أزدية، والبعض قال أنصارية، والبعض قال حتى قرشية لأنها كانت في مكة، والأصح بأنها غطفانية اعتمادا على قصتنا اليوم. يعني اسمها الكامل عزية بنت جابر الغطفانية. طبعا اختلفوا في اسمها لأن كان اسمها دائما أم شريك، فما كان أحد يناديها باسمها الحقيقي، فاختلفوا كذا في اسمها. طبعا كانت معجبة جدا بالإسلام أم شريك، ما كان عندها نفس الفكرة اللي يحملونها قريش، فكانت جدا معجبة في الإسلام، وبدأ إعجابها يزيد حبة حبة إلين أسلمت، وكان إيمانها سبحان الله قوي جدا جدا جدا. طبعا بعد ما أسلمت بدأت بشكل سري تقول للنساء اللي حولها عن الإسلام على إنها معجبة فقط، وإذا شافت البنت انعجبت في الإسلام زيها تعترف لها بأنها أسلمت وتحاول تدخلها في الإسلام. فدخل على يدها مو واحدة فقط، دخل على يدها نساء كثير جدا. كان الوضع بشكل سري، لكن بعد ما زادت الأعداد دي كلها بدأوا قريش يلاحظون، صار الواحد يروح يقضي حوائجه يرجع يلقى 3 4 أسلموا. وطبعا قريش مجرد ما يشوف الشخص أسلم تعال يا حبيبي نعذبك، كانوا يعذبون المسلمين. أي أحد يسلم سواء حتى كانت بنته أخته أخوه راح يتعذب. وزاد التعذيب على المسلمين، وكل مرة يزيد المسلمين أعداد، إلين انكشف من كان السبب الرئيسي في كل هذول المسلمين. مسكوا أم شريك، بس أم شريك ما كانت قرشية، عشان كذا ما قدروا يعذبونها خوفا من قبيلتها، كانت غطفانية. وإذا ما تعرف قبيلة غطفان هذه قبيلة كبيرة جدا وخطيرة بمعنى الكلمة، يعني لو يصير لها حبة زي كذا راح تجيش جيوش لها. عشان كذا قريش ما كانوا يبغون يدخلون في مشاكل، فقالوا ايش نسوي فيك، لازم نأذيك، لازم نسوي شيء، انت مسلمة. قالوا خلونا نربطها الحين، ننام اليوم الثاني بنرجع بأفكار، وكل واحد يكتب فكرة كذا حلوة ايش نسوي فيها. فعليا ربطوها في مكان، راحوا ناموا صحيوا اليوم الثاني وكل واحد عنده فكرة. البعض قال لا خلونا نرسلها لغطفان ونفتك من شرها، والبعض قال لا خلوا غطفان تشاركنا في تعذيبها بما انها غطفان ما هي مسلمة وهي مسلم، واللي قال نتركها يا رجال هذه اصلا ما منها خوف. بس الرأي اللي مشى هو انهم يركبونها على دابة من دون رحل، والرحل هو الشيء اللي يكون بينك وبين الدابة عشان تجلس عليه، لانك لو جلست على الدابة راح تتصلخ افخاذك وممكن حتى تسبب لها آلام شديدة. ونتركها من دون ماء ولا أكل، بس نأكلها قطع خبز مع عسل عشان ما تموت، وانتوا تعرفون العسل أصلا يعطش لوحده، سووا كذا كنوع من العذاب وعشان برضو ما تموت لما ما يبغون يقتلونها يعني. ونرسلها مع 2 عشان ما تهرب ولا تستعين بأحد. بس وين يرسلونها؟ يرسلونها إلى قبيلتها غطفان، وبرضو يقولون لغطفان بأنها أسلمت عشان برضو يستلمونها تعذيب هناك. طبعا الاثنين اللي أرسلوهم معها متنعمين جدا، عندهم أكلهم وشربهم ودوابهم ورحالهم. بدت رحلة التعذيب حقتهم، فكانوا يمشون طول الليل، وإذا جاء النهار استظلوا الاثنين هذولا وخلوا أم شريك في نص الشمس على دابتها. ومن دون ما متخيلين كمية العطش يا أخوان، كمية التعذيب اللي وصلت فيها، هذا كله في سبيل الدعوة للإسلام. استمر الوضع يوم ورا يوم، إلين وصلت أم شريك إلى مرحلة خطيرة جدا، جسمها بدأ ينهار حبة حبة، صارت أم شريك ما بين الحياة والموت، تنازع
وهي في نص الشمس. طبعا هذولاك الاثنين مستظلين الحين وهي تنازع، بس فجأة وهي ما بين الحياة والموت حست ببرودة شيء على صدرها، وكأنه شيء معدني بارد يقرب منها ويقرب إلين وصل لفمها، وبدأت تشرب ماء لذيذ، ماء لذيذ جدا وبارد في نص الشمس، وجلست تشرب وهي مغمضة. شربت إلين انسحب منها الدلو وكأن في أحد سحبه، وهي لا زالت مغمضة بسبب العطش، ورجع يقرب من فمها مرة ثانية وتشرب إلين ارتوت وانسحب منها مرة ثانية. ففتحت عيونها على قطرات موية تطيح على وجهها، ماء بارد يا اخوان، وتشوف دلو معلق ما بين السماء والأرض ما في أي أحد يحمله. فقامت ومسكت الدلو وجلست تشرب منه وترش على نفسها إلين ارتوت تماما، وانسحب هذا الدلو وطلع في السماء. ما تدري من وين جاء هذا الماء، بس كل اللي تعرفه بأن الله سبحانه وتعالى سقاها. خلاص جسد شريك رجع لها الحياة وارتوت جدا من عطشها. فصحيوا الحراس هذول اللي معها وشافوها وهي غرقانة مويه، فقاموا يركضون عندها ويقولوا لها أنت فكيتي وثاقك ورحتي شربتي من مويتنا، بالله اصبري خلينا نروح نشوف المويه حقتنا. راحوا فتحوا المويه حقتهم وما لقيوا إنها نقصت تماما. رجعوا عندها قالوا لها انت الحين من وين جاتك المويه دي؟ المويه كثيره ومستحيل يعني المويه حقتك هذه تتعدى مويتنا حتى من كثرها. فقالت شريك الله سبحانه وتعالى سقاني، جاني دلو من السماء وشربت منه الين ارتويت. الحين هم في حاله صدمه لان فعليا مويتهم كامله والبنت فعليا غرقانه. كان ما معهم إلا إنهم يصدقون، هذا هو الحل الوحيد. فقالوا إذا أنت صادقة فربك خير من ربنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ابن عبد الله رسول الله. وغيروا وجهتهم من غطفان إلى المدينة بعد ما أسلموا كلهم. إذا عجبك هذا الفيديو أتمنى أنك تدعمه بأي شكل من الأشكال، ولا تنسى تشوف القصص اللي نزلتها في حسابي وتشترك في القناة. وإلى هنا نشوفكم في المرات الجاية. سلام.